احنا معانا عم ياسر. هو بطل قصة إنسانية، ويعني الحقيقة حاجة صعبة جدا. عم ياسر هو كان بيشتغل حلاق، سافر ليبيا علشان يشتغل ويكسب، وبعد سنين رجع اكتشف ان زوجته بعد 10 سنين سرقت الفرش بتاعه او استولت على الفرش بتاعه وخلاص سابته. طبعا ما لقاش مكان ان هو يقعد فيه ولا يسكن فيه ولا يعيش فيه غير الشارع، وبالتالي ده اصبح المكان اللي عايش ونايم فيه. المكان ده في كفر الزيات، في احد الاماكن في كفر الزيات. ده المكان اللي عايش فيه زي ما احنا شايفين كده، بيعيش وينام ويقضي حاجته وكل حاجة في المكان ده. عم ياسر بقى هو هيحكي لنا تفاصيل قصته ايه بالظبط. عم ياسر انا برحب بيك. مرحبا حضرتك. انا مش هعرف انزل بس هستأذنك تطلع لي. حاضر، تحت امر حضرتك. امورين. عم ياسر ازيك؟ اقعد يا عم ياسر ازي هنا. حضرتك؟ قول لي بقى عم ياسر، عرفني بيك انت كده في الاول، عندك كام سنة؟ حضرتك ياسر سالم سليمان، كفر الزيات، شارع السنوبي، المهنة حلاق. كنت لحد 2008 كنت حبيت ان انا ابني حياتي وراجل متجوز، حبيت اسافر بره. اتنصب عليا في بتوع ايطاليا ولقيت قدام الامر الواقع. قعدت استطيب مطعمي واعيش شغل مفيش، خدت بعضي وسافرت ليبيا. كان معايا 2500 قطعت بيهم تذكرة طيران ورحت ليبيا واشتغلت في ليبيا في مطاعم وفي لحد ما وصلت حلاق وعملت إقامة بعد سنتين. وكان الكلام ده من امتى؟ من 2009 2008 كنت 27/2 2008 مشيت من مصر. 27/2/2011 رجعت من ليبيا بعد الثورة. لا امتلك من الدنيا غير 4 دينار اللي كانوا في جيبي. اما اي حاجة كانت خارج جيبي اي مصري فرجعنا ما كانش فيه جنيه، وكان الحمدان والشكر لربنا. ليه ما انت مش كنت بتشتغل هناك وما كنتش بتحوش؟ حضرتك ما فيش حد بيشتغل وما بيحولش لاهل بيته. بيحول لاهل بيته عشان يغيروا انتريه او يجيبوا بوتاجاز او يجيبوا غساله. اكيد اي راجل بيبعت لبيته. بس انا كانت بالنسبه لي مفاجاه لما نزلت. انا اسف. اما نزلت لقيت بعض حاجات الشخصيه، حتى لو ليها دهب، الرجاله ما بتلبسش دهب، حتى لو ليها دهب كنت عاينه للزمن او للدنيا. وجيت اللي مش موجود في الشقه. فبنسال، فكانت زوجتي بتقول لي ابن صاحب الشقه كسر الشقه واتسرقت في الثوره. كان الرد طبيعي، يعني الحاجه اتسرقت خلاص انت كنت فين؟ قالت انا كنت عند امي. قلت لها خليكي عند امك. كان رد اي راجل، بس كان عقاب ليه. يعني انت كنت طول وقت السفر ده الحاجات او الفلوس اللي بتحوشها بتبعت لها؟ يشهد على هذا الكلام راجل موجود من قلب بلد اسمها العدوى، يمة سوهاج. كان هو اللي بيجيب الاوراق، لان التحويلات من مصر ما بتديرش عن طريق بوسطة او بنك، بتدير عن طريق مندوب بياخد الفلوس وبيجي هنا يحولها. هو طريق غير مشروع، بس احنا في ليبيا ملناش مكان غير تصرف الحكام. لما دخلت لقيت نفسي وحداني، واصعب حاجه انت قعدت اصلا في ليبيا قد ايه؟ انا قعدت 3 سنين ونص في ليبيا. كنت يعلم ربنا باللي جرالي، بس كنت 3 سنين ونص. ظلمت الليبيين. كنت بتكسب هناك كويس؟ اكيد كنت بكسب. انا لما اشتغل هناك ب 50 دينار هيعمل لي اكتر من مصر. 200 جنيه و300 جنيه يعتبر ما يوازي مصر. اكيد انا هبعت، مش هعين فلوسي، هبعت لبيتي. هبعت لما يبقوا عاوزين يغيروا لي او بيتي. اي راجل بيجيب لبيته للست بتاعته. انا جبت زي اي راجل طبيعي. بس هي المشكله ان انا كنت مفكر ان محدش بيجي. حضرتك هو لما بيبقى ما فيش اداره بيبقى في اعاقه. انا جيت لقيت اعاقه قدامي. وكراجل كاي راجل وكاي شاب كان مطلوب ان انا نسعى ونعمل مكان. فكان الكلام بجيراني واصحابي، قال لك نعمل باترينا. عملت فعلا باترينا ورضيت بامر ربنا، لان يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن عبده ولازم يصبر. كانت بتبعت، لما بتبعت لها الفلوس كانت بتاخدها توديها فين؟ انا كنت ببعت كل شهر تليفون، تبيع اللي في ايديها وتمسك التاني. لان حضرتك كنت في قلب ليبيا ممكن اشتري تليفون مستعمل ب 100 جنيه او ب 200 جنيه، هنا يعمل 2003. كنت ببعته مع الراجل يديني الست بتاعي. انا اساسا عشان مهما اقول في كلام ما بيتقالش.
في حاجات ما بتقدرش تنقال. انا مش هينفع اقول على النت ان انا اتخنت واتغدر بيا والدنيا عملت بيا وجرى لي ظروف. الشكوى غير الله مذله، وما يعرضش حد لها لان انا تعرضت لها. انا اول ما اشتكيت مش هقول لفلان ولا محافظه، انا اشتكيت لربنا سبحانه وتعالى. بس انت كنت أنا متجوزها بالك قد ايه يا عم ياسر؟ انا اتجوزت 3/3/2000. 2000 يعني لما سافرت ليبيا كنت كنا في 2008 كان بقالي 8 8 سنين، وكان لسه ربنا ما كرمنيش بقى باولاد. وسافرت ورحت وجيت، ولما جيت من ليبيا طلقتها. ما اكتشفت كده بقى انا هقول لك قالت على لك حاجة. ايه؟ انا اللي انا اكتشفته او اللي انا عرفته من بعض اصحابي ان اي حد فينا بيفشل في حياته من اول طريق ما بيتجوز ويمضي على عيب. ما اكدبش عليك. اول ما قالت العزال اتسرق وما فيش، ولقيت نفسي انا هخلص ما تسالنيش العزال ولا حاجه، قلت الضربه اللي ما تموتنيش تقويني. لان انا اسف، الانثى صوتها عالي دلوقتي في الحكومه والمحكمه كانثى تعاطف كحياه. وده سيدنا رسول الله هي عليه الصلاه والسلام نكرت ان هي خدت الفرش. هي اتهمت ابن صحاب البيت. هي قالت انا ما اخدش حاجتي. انت مش مخلف منها. انا لو كان ربنا لحد 2016 لما طلعتها كان ربنا ما ادانيش عيال. بعد ما انت اكتشفت بقى كده وانت قلت ان انت خلاص قررت ان انت تطلقها وطلعتها فعلا. عملت ايه بقى؟ عشت في نفس الكشك، فوجئتي ان هو بقلب الكشك بمحاضر من مجلس المدينه اشغالات. ده كشك اصلا انت كنت واخده علشان يعني ترتزق منه. ما هو انا ما اشتغل منه، انا ما اشتغلتش بقى، ما عنديش بيت، بقيت بنام فيه. بقيت بنام الرضا بالامر الواقع والشكوى غير الله مذله. وحضرتك في حاجه ما نقدروش ننسوها، تتبعات الايام اللي جرت اللي هي من الحاله اللي انا جيت فيها. زودي حضرتك عليها ايام سنوات ايام كورونا. قعدت في المكان ده من ايام كورونا، الكل نايم الساعه 6 وانا قاعد حارس الموقف. وتقدمت في كذا حاجه لحد يقف. انا طالب، انا مش بمد ايدي لحد يديني سمكه كلها. انا وقعت وكانت الظروف كلها اقوى مني والبلد ذات نفسها وقعت. انا اطلع عاوز زي اللي بيساعدني اعمل لي مشروع باكل منه عيش. انا ممكن اعمل، بس انا ما عنديش وانا ما اقدرش اضمن. ما حاولتش ان انت مثلا يعني تقعد في شقه او يعني المكان اللي هنا صعب؟ خلينا دغري حضرتك، القضاء ذات نفسه قالوا رافض ان انت تقعد في الكشك. انت لو مأجر اوضه فوق السطور، انا لو اجرت اوضه حضرتك ب 300 400 جنيه وهتعوز نور وميه. حضرتك هضحك على الناس ولا هضل نفسي ولا التزم بالحياه احترم نفسي؟ انا عندي 54 سنه. انا فوجئت ان انا بعاني من السكر والضغط واسناني، صحيت لقيتها وقعت. قلت لك الشكوى غير الله مذله. انا ما انا خدت بعد ورحت للمستشفى دكنار بجنب الكوبا. قال لك عندك حصوه على الكلى وتكشف طلب واشاعات ب 750,000 جنيه. انا معيش 75 جنيه. ما حضرتك بعيدها تاني. انا مش بنطلب من حد انه يديني جنيه لان انا راجل، المفروض ان انا شقاوي وخلاص يعني، ان انا راجل باشا على الله. انا بطلب، طلبت اشتغل غفير، طلبت اشتغل عامل، طلبت اشتغل اي حاجه. حاليا ما بتشتغلش انت؟ اقسم بالله العظيم يا ريت تسمحوا لي ان انا اشاهد لك شهود، لانك اذا جاءكم بصيكم بنبأ فتبينوا هذا ما تصيبوا قوم بجهال على ما فعلتوا نادمين. احنا مش غربة عن بعض. اي قائد ماسك في اي مكان فهو هيتحط مكان امير المؤمنين سيدنا عمر الخطاب، فلازم ننظروا لبعض. عم ياسر كله تمام، مفيش اي تمام. الله يبارك لك يا انا مش لا اله الا الله. كل الناس هنا بتحبك يا عم ياسر. ما هو لازم يحبوني لانهم بيعطفوا عليا، فانا لازم تعاملاتي تبقى كويسه. عمري ما اسمع. الله يبارك. انا لازم اقف مع اي حد، ادلله على وقفه الرجوله عشان لما يجي يساعدني يبقى واقف مع راجل. الحمد لله ما بتمنش بفلوس. وبقولها وبكررها. انا مش طالب من حد يديني حاجه، انا راجل جاء عليا ظلم وظروف حياه. انا عاوز اعمل مشروع، واللي عاوز يعاملني يجي يعاملني على ارض الواقع. انت ممكن تسمع عني وعني وعني، البلد كلها بتقول كلام، وساعات انا لما بلاقي نفسي حد انت معاك ايه اصلا يا عم ياسر؟ انا معايا ربنا. لا يعني شهاده ايه؟ انا اخر شهاده وصلت لها ايه؟ اخر شهاده كانت ثالثه اعدادي، لان كان والدي توفى وكان ساب اخواتي من مرات ابويا. كان المفروض ان انا الراجل بتاعهم. كلمني عن الحياه في المكان ده. انا عايزه حضرتك بس هتقعد كده ثانيه. هسألها، انا اسف. هتقعد هنا عشان بس انا هوري الساده المشاهدين المكان اللي حضرتك بتنام فيه. يا جماعه ده المكان اللي هو بينام فيه. انت بتنام فين بالظبط؟ انا بننام هنا، انا موجود حضرتك، انا بننام هنا. ودهيت كانت حاجتي، دي حاجتي، انا بنام هنا اهو.
بداله وبدال الملايه كده اهو، عشان انا انام هنا، عشان ما عيش داخل اجر شقه او بيت اديها لحد. بيوت الناس لها حرمتها ولها فلوسها. لا معايا فلوس لا بيت ولا دنيا ولا اكل، انا بضطر ان انا نقعد عشان نقعد. انا ما عيش حاجه، انا اتحطمت اساسا، انا ما عنديش عامل نفسي اقف على رجلي. الحياه هنا صعبه قوي يا عم ياسر، انت بتقضي حاجتك ازاي؟ انا لا، ده هي كانت الاول اقسم بالله كان حمام في الموقف وكان حمام على المحطه. اقسم بالله ما في حمام، حمام في النادي، وتروح من الليل لليل تكون لك علاقه بالغفير يدخلك الحمام تاخد الدش. انا عشت نفس العيشه وطلبت من الدنيا كلها لو البلد لها مصالح اولى من عيشتنا احنا الغلابه. انا انتنا قاعد هنا ونستنى، بس انا بني ادم. انا طب يعني الشتاء بتعمل فيه ايه طيب؟ حضرتك الشتاء الاول ربنا سبحانه وتعالى بيدي البرد على ارض الغطا، فجيت اشتكي في الشتاء كانت غلط مني واساءة ادب، اشتكي لحد اقول له الدنيا شتت عليا. فكان الرد ما تزعلش، ده البيوت اللي بالمسلح غرقت، العيشه مش هتغرقك. لقيت نفسي تجاوزت، ما ينفعش الشكوى لغير الله مثلا، لان لو اشتكيت لحد حالك الصبح بيعمل لك شو اعلامي وهو اصلا ما حدش شاف حالك. في بعض الناس بتفكر ان انا مصطنع الحال، لا انا خدت الصدمه واتضربت ومش قادر اقف على رجلي، مش عارف. انت لحد دلوقتي انت مطلقها بقالك قد ايه؟ انا مطلقها من 2012، اتجوزت ل 2016، 2018 زوجها توفى. متواجده هنا عندي هنا هي وبنتها. وهي عايزه ترجع لك تاني ولا ايه؟ هي عاوزه ترجع لي، بس انا عمري ما ارجعها الا لما يكون ليا داخل اكلني ويشربني عشان افتح بيت. اما حكايه بنتها ان انا متعاطف مع بنتها وحضرتك جايه بالاوراق موجوده هنا في الشنطه، خلاص خليك زي ما انت بس كده. بالتعاطف؟ لا ده تعاطف انسان. انا اصلا حياء ماء الوجه مش قادر نقول لحد. وبعدين انا واسطتي لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي عاوز يعيش هنا لازم يبقى ليه واسطه حاجات تانية، وانا ما املكش الا واسطه ربنا سبحانه وتعالى. انت لسه ما فوقتش من الصدمه يا عم ياسر لحد دلوقتي، يعني واضح انت بتتكلم بحرقه. انا رحت فين؟ هل انا لسه ليبي؟ هل انا جيت مصر؟ هل انا راجل بقيت فاشل عاجز؟ انت لسه لحد دلوقتي ما فوقتش من صدمه زوجتك يعني. انا لابوت بص الجرح لما بيجي في حاجات قلنا ما بتتقالش. انا لما جيت بمكاني وبشقتي وبحياتي وزوجتي ودنيتي اكتر من الشكوى للناس، الجرح جوه القلب، الجرح جوه القلب. وانا لما جيت اقعد ورضيت بالامر الواقع وفوجئ ان 11 سنه اتسرقوا مني. انا اصلا مش طالب الا حمام اتوضى فيه ومكان انام فيه، عشان لو قابلت ربنا المفروض ان انا نصلي ونتوب لربنا. يبقى ولو الاولى طالب، الاولى. كل الناس عماله بتدعي لك يا عم ياسر، واحنا انا ارجو من اي حد بيسمعني يعتبرنا اخوه، وانا راجل لا بكذب ولا صاحب سوابق ولا يوجد عندي اي اساءه، وجميع كل ما هو يحمل لا اله الا الله محمد رسول الله فهو حبيبي واخويا وبقلبي، لان اصلا اللي بيتظلم ما بيظلمش. صح. واللي جه عليه الزمن انا بزعل بعد ما اسجل حضرتك، انا بقعد اعيط، لان انا بقعد ببقى تمنيت ان الناس تسمع مشكلتي وتعرف ان انا مش وحش. ساعتها بقعد اعيط ان بقيت سيره ذاتيه عن الناس. ما انا برضه بني ادم، ما انا برضه بني ادم. احنا كلنا معاك وكلنا بنحاول ان احنا نساعدك وبنعرض الموضوع بتاعك علشان نلاقي لك حل. ان شاء الله بقى احنا نجي لك المره الجايه يا عم ياسر تكون في مكان احسن من كده. انا اتمنى وحياة حبيبي سيدنا النبي، انا اللي هيساعدني. انا ما بناخدش من حد فلوس. انا الاكل والشرب الناس في الشارع واكلين. انا عاوز حد يقف معايا وقفه، يقف معايا يعمل لي مشروع، ده هو مكانك اقف فيه. ومسؤول اصل انا لما الاقي حاجه مستطيبه مطعمي ابقى حلال. انا حاليا ما اناش عارف انا اكلي ده بيتصدق عليا ولا حرام. اصلا انا كنت صاحب كل حاجه، انا فجاه ما لقيتش اصلا على حضرتك. انا كنت بفكر ان لا فيها غدر ولا خيانه ولا حسد ولا كنت جاهل. هقدر اقول لك ان انا فجاه كنت واقف على السجاده، فجاه ما لقيتش بلاط تحتها، لقيتها سابع ارض ده عاوز اطلع من البحره لحد هيتلنا مش عارف. هتطلع، خلي عشانك في ربنا كبير يعني. ارجو ان اللي يسمعني ما يلومنيش ان انا تصعب عليا نفسي،
ما انا من الاساس لازم تصعب عليا نفسي، لان انا لو ليا شمال او بعمل اي شغل شمال انا ما كنتش انام على الرصيف. انا ما عملتش حاجه. ده انت بتدمع. لا، ما هو ممكن الناس بتفكرها ان انت بتشتكي للناس. لا، انا قاعد في بلدنا ديت من يوم 27/2/2011 على رصيف. السيد رئيس مملكة كفر الزيات يشهدوا بيتعاطفوا معايا. رئيس البلد كفر بيقول لي الزيات انا لو يعني. اقدر اعمل لك رئيس حاجه المدينة. أعملها لك. إيه. ربنا معاك يا عم انا مش ياسر. هقدر اذكر اسامي. انا اللي انا تمام. هقوله اقول الامر اللي هم محطوطين تحت جنود ربنا اختصهم لقضاء حوائج الناس. حلوا مشكلتي على ارض الواقع ان شاء الله باذن الله. يعني احنا كنا بنعرض مع حضراتكم قضيه عم ياسر اللي يعني كان بعد ما رجع من ليبيا اكتشف ان زوجته استولت على فرشه وحاجته، وفي الاخر اترمى في الشارع، نايم في الشارع. ده المكان اللي هو نايم فيه، ده المكان اللي هو نايم فيه. طبعا زي ما احنا شايفين هو مكان غير ادمي بالمره. تسمحي ان انت تسالي الشهود الجيراني. حاضر حاضر يا عم ياسر. يا عم الحاج اللي راكب الدودو بعد اذنك. ربنا تعال انت وهي. ربنا معاه، وان شاء الله نيجي المره الجايه نلاقي بقى هو في مكان احسن وفي مكان ادمي يقدر يعيش فيه زيه زي اي بني ادم.